منتخب المغرب عايز من منتخب مصر ايه؟ يعني يكسبونا 6-0 في الاولمبياد في مباراة تحديد البرونزية، ويجوا امبارح يكسبونا 5-1 في تصفيات افريقيا تحت ال 17 سنة. هو في ايه؟ هو انا ليه حاسس ان منتخب المغرب بيلاعب توجو ولا بيلاعب النيجر؟ في ايه؟ يعني ايه منتخب المغرب يلعب مع منتخب مصر؟ منتخب مصر اللي تاريخه قد تاريخ منتخب المغرب في الكورة مرتين، ويكسبونا السكورات دي. حتى لو المنتخبات الصغيرة في الاولمبياد منتخب مصر كان منتخب محترم وبيوصل لمباراة الثالث والرابع، ونخسر منهم 6-0 في مباراة مذلة جدا، في مباراة قاسية وصعبة جدا. 6-0 سداسية نظيفة. امبارح منتخب مصر للناشئين تحت ال 17 سنة بقيادة احمد الكاس يخسر من المنتخب المغربي 5-1 في تصفيات افريقيا. لا كتير، سكورات تقيلة جدا على المنتخب المصري. ليه هم شغالين صح من تحت من المنتخبات الصغيرة واحنا شغالين غلط؟ ليه بنخسر السكورات الكبيرة دي؟ انا مش فاهم والله. سكورات تزعلني جدا وتخنقني لما تلاقي ان انت منتخب بلدك خسران 5-1. المباراه اللي قبليها اللي كانت بتجمعك بالمغرب برضو في عمر تاني المنتخب مصر بتخسر منهم بال6-0. لا كتير قوي قوي. بس ان شاء الله الانتقام هيكون في افريقيا للمنتخب الكبير اللي هتقام عندكم في المغرب، اللي ان شاء الله منتخب مصر ضمن الصعود ليها، وانت المنتخب المنظم كده كده موجود باذن الله. هنيجي في المغرب منتخب مصر يعلم على منتخب المغرب وناخد حق المنتخب. المغرب بتكتسح منتخب مصر 5-1 ببطولة شمال افريقيا اللي بتتلعب على ارض المغرب، واللي هيتأهل منها الاول والثاني افريقيا تحت 17 سنة. نتيجة كارثية بكل المقاييس لمنتخب مصر. نفسي اعرف هي المغرب في كرة القدم عايزة مننا ايه؟ في الاولمبياد ادتنا 6، في بطولة شمال افريقيا النهاردة 5-1. منتخب المغرب بيقدم مباراة كبيرة بكل المقاييس. منتخب مصر مدربه اسمه احمد الكاس، بقى لا اسم ولا مسمى. منتخب المغرب انهى الشوط الاول بجون في الدقيقه 35. قلنا بس منتخب مصر هيعوض الشوط الثاني. منتخب المغرب في الدقيقه 68 يجيب جون، نسنتر في الدقيقه 69 يجيب الجون الثاني. حاجه غريبه. هو ده كرم الضيافه؟ بنلعب على ارضكم تدونا 5؟ عموما الف مبروك لمنتخب المغرب وهارد لك لمنتخب مصر. ومصر والمغرب اخوات. بفتح الموبايل بشوف الماتشات المهمه اللي جايه الفتره الجايه ايه، في التوقف الدولي يعني. فببص عادي على الماتشات، ببص كده الاقي منتخب مصر تحت 17 سنه واخد 5-1 من منتخب المغرب. متشلف له المدير الفني كابتن احمد الكاس. فانا مش فاهم احنا ليه دايما يعني لما بنعمل واحد مع المغرب تعمل معانا 5-6. ما تعمل واحد عادي يا ابني يعني. ما دخل جون واحد، ايه المشكله؟ تعادل 2-1 الدنيا جميله. لما دخل فيك واحد تعمل معايا 5-6 ليه يا عم؟ في ايه؟ مش كده والله يعني، مش كده، ما بتتحسبش كده. دايما مع منتخب المغرب يعني انت ما تلاقيش مصر بتخسر سكور غير من منتخب المغرب. فاتمنى نفهم ان احنا اخوات، احنا عرب، احنا اي حاجه في الدنيا يعني، غير ان احنا لازم نتعامل معانا 5-6. اللي حصل النهارده كارثه وما ينفعش نسكت عليها. يعني ايه منتخب مصر يخسر من المغرب بخماسيه؟ لا، والادهى ان اللعيبه مش عارفه ازاي تباصي ولا حتى تشتت. اقول لك الماتش يطلع يقول لك ان اولياء اللعيبه بتقول ان احنا كان بينطلب مننا فلوس عشان اللعيبه تلعب، وده يوضح لك ان الكوره في مصر ماشيه بالواسطه. لو انت معكش فلوس وعندك موهبه فانت هتندفن. لتاني مره بنخسر من المغرب بجيلين مختلفين. الفرق بيننا وبين المغرب سنين ضوئيه. الناس دي متاسسه صح، الناس دي عارفه يعني ايه كوره، الناس دي بتتدرب وبتشتغل. احنا منتخب مصر اسياد افريقيا واللي علمنا على الكبير قبل الصغير. يجي الزمن علينا بنبقى ملطشه للي يسوى واللي ما يسواش. والله العظيم عندنا لعيبه بس محتاجه انها تتاسس صح. والله عندنا مواهب محتاجه حد يطلعها للنور.